الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. العنوان الذي سنعالجه هو الحياة ألم أمل عمل أجل. هاي خلاصة الدنيا. أربع أمور تلخص حياة الإنسان، ما كانش أكثر من هذا. 4: ألم أمل عمل أجل. علاش بديت بالألم؟ هذا الإنسان الذي استضافه الله في هذه الدنيا بعد أن هيأ له مقومات الحياة، لأن الله حينما قدر باش يخلق الكائنات في هذه الكرة الأرضية كما تعلمون هيأ أسباب الحياة، مقومات الحياة. الكائنات حنايا والحشيش والحيوانات والحشرات واللي راهم في البحر، اللي عايشين في البحر من أنواع الحوت وكذا، كل هيأ لنا مقومات الحياة، من هواء الذي أدركنا قيمته في كورونا. قبل ذلك معظم الناس ما يعرفوش قيمة هذه النعمة، ولكن جاءت فعلمتنا ما علمتنا. الأكسجين ولاو نشريوه وكذا إلى آخره، ويا مسرة حكايات عشناها كما تعلمون. الهواء من مقومات الحياة. الماء نحن ورنا في شهر رمضان نعرف قيمة هذه النعم، ورمضان مدرسة كما تعلمون وكما سمعتم. لذلك في موضوع الماء في سورة إبراهيم، في سورة الأنبياء الآية رقم 30 مهد باش يعطينا قيمة هذا الماء. قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال كل شيء، النبات والحشرات والحيوان والإنسان، وفي الإنسان في الطاعات في العبادات وفي المعاملات نتوضأ بالماء. والفقهاء يقولون الماء المطلق، ذي عبارة يطلقها الفقهاء، الماء المطلق، كما يقول صاحب المختصر الفقهي الشيخ خليل، وصاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، وصاحب الكافي ابن عبد البر القرطبي. كل هؤلاء يقول لك الماء المطلق. ما هو الماء الذي يصلح للوضوء؟ هو الماء، ما يمكن أن نطلق عليه الماء. لو كان تخلط الماء بالعسل ماشي ماء، لازم تقول ماء مخلط. كي تقول مخلط معناه ما يصلحش، يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. عبارة فقهية دقيقة. لذلك يقول لك الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة، بلا قيد ولا إضافة. هذا هو الماء الصالح للوضوء. إذن احنا الماء نحتاجه للطاعة للعبادة، ونحتاجه أيضا لأمور الحياة من شجر ونبات وغيرها. الهواء والماء. واش قال ربي في سورة إبراهيم، سورة الأنبياء 30 آية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، الرتق الضم، ففتقناهما أي فصلناهما. ربنا فصل هذه الكرة الأرضية عن المجموعة الشمسية الملتهبة لتكون صالحة لاستقبال الكائنات وبني البشر. شوف ربي حضرنا كلش. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وبعدين أشار إلى هذا المقوم المهم. قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء أي بلا استثناء. الهواء والماء والغذاء والكساء والإيواء والدواء، كل مقومات الحياة. تبدأ رحلة الإنسان. المحطة الأولى الألم، وكلنا كذلك. شكون اللي ما عندوش منا الألم؟ كلنا، كل واحد يشوف روحه.
كاين اللي خذا الابتلاء نتاعو في الصحة، وياما اللي جاو للمشايخ والأطباء قالوا احنا صمنا 40-50 سنة، هذه السنة والله ما نقدروا. الطبيب قال لنا ما تصوموش. وانتم عارفين الجزائري المسلم عموما والجزائري خصوصا كي تقول له ما تصومش السنة هذه يا حسرة، الدمعة تطيح من عينه. علاه؟ انه رب الكبدة على رمضان. ايه الله غالب، صمت 50-60 سنة ولكن هذه السنة ما تصومش. الطبيب يقول هذا الكلام، خبير فاسأل به خبيرا، والإمام يفتي ويشرح لك وإلى آخر ما تعلمون. يلا، علاش قلت هذا الأمر؟ الألم يقول لك أنا خذيتها في الصحة. لو كان أنا مخير نقبل كل الابتلاءات، نخسر في التجارة معليش، طوموبيل والكاميون يبقى اون بان معليش، مي الصحة والله ما نقدر. ولكن لازم يجي الإيمان هنا يقول لك ما تخافش، قل قدر الله وما شاء فعل. ربنا يبتلينا بما يشاء لا بما نشاء. هذه قاعدة ذهبية في التعامل مع القضاء والقدر. ما كانش اللي عنده فيش دو فو، بطاقة الرغبات، ما كانش. لذلك نستقبل الأقدار والسلام. كان واحد آخر وين جاه الألم؟ أنه التجارة نتاعو خاسرة، كل ما يدير مشروع يخسر، هذا ألم. وتعرفوا كاين الفلاح، والفلاح مسكين محسوب قليل، يروح يزرع ويحرث وكذا وما كانش. علاش يقول لك ربي يعطينا النية نتاع الفلاحين؟ يفكر ربي النية وفلاح. لو كان سنتي حسابه فلاح وسنتي زرعارة، ما عندوش كالكيلاتريس هنا يدير حساباته ويقول هذه السنة ما كانش العام الجاي ما نديرش. لا، الفلاح عنده النية، يرجع للأرض نتاعو للحقل نتاعو ويزرع ويحرث ويتكل على ربي سبحانه عز وجل، وهو يعلم يقينا بأن الله هو الذي أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. وخليه نتعلم. إذن بلا ما نطول، الألم تفهموا كامل، كل واحد واش صح له. والدوارة في الآيتين من سورة البقرة، الآية 155 والآية 156، ولنبلونكم، هو اللي قال، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعدين قال وبشر الصابرين، أو الحمد لله، وبشر الصابرين الذين يحسنون استقبال الأقدار، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة الملك، الذي خلق الموت والحياة، بدأ بها باش تبقى نصب أعيننا ما نسوهاش، هي الأولى باش ما نسوهاش في أي لحظة، الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يلا نتجاوز المرحلة الأولى، خلاص الألم. الألم هذا لازم له مقويات، على رأسها الإيمان. والله غير كاين مصائب ما يقدر حتى واحد يواجهها إلا بالإيمان. ما كاش الإيمان راح انهيار. انتم عارفين رانا في الحياة، كاين إنسان مؤمن ما شاء الله، تجيه مصيبة تدمره، بقى على خير، ما بقى لا صيام لا صلاة لا والو. نسأل الله الثبات. علاش قلت الإيمان؟ يلا نديك إلى الآية 26 من سورة إبراهيم. يثبت الله، نحتاج الثبات، كوراج، الكوراج. أجدادنا رانا في الخضرية على فكرة، الخضرية هذه تاريخها، نوجه رسالة للصغار، ما الكبار يعرفوا خير مني. الأخضرية لم تكن غائبة في تاريخ الجزائر على وجه الإطلاق، يعني عندها لا بريزونس إفيكاس، حضور فعال في التاريخ الجزائري. إذا كان في العلم كاين علماء الله يبارك، إذا كان في القرآن كاين الناس اللي قراوا القرآن وقراوه ولا ينقطع هذا الخير، إذا كان في الرجلة في الركزة
الرجلة. وتعرفوا حمود حنبلي، أنا الله غالب الهوى نقطة ضعف نتاعنا كاع، اللي يعرفوه اللي حتى اللي ما عاش معاه يعرفوه. درك الآن كل شيء عنده. إذا كان الخلاصة نقول للشباب والله ونقسم واحد ما حلفني حتى واحد، غير كل هذه موجودة فيه. تحب العلم كاين، تحب الحكمة كاينة، الرجلة كاينة والحكمة كاينة، كاين كلش. وراح 33 سنة ودع هذه الحياة، مثل علماء سبقوه، مثل رجال سبقوه في الثورة الجزائرية. لم تكن الأخضرية غائبة، كانت حاضرة. إذن هذه رسالة للصغار باش تقولوا بلي عندنا تاريخ، وهذا مهم. التاريخ أستاذ شاهد، معنى اللي عنده تاريخ مليح ما يخافش. وجميل أن نذكر الأمجاد، والأجمل أن نبني أمجادا على أمجاد. هاو الميساج، تحبوا الميساج؟ هذو هما ميساج SMS، دير في بالك، وهذا مهم. ثم حياتنا صغيرة، والله لا صغيرة جدا. وهذه الثواني اللي نعيشوها، وهذه الأيام الفاضلة الشريفة نعيشوها ونحس بالألم، لأن الوقت يجري هك يجري سريعا. والله يرحم اللي قال الحياة أقصر من أن نقصرها. هي ديجا راهي قصيرة تجري. شفيتو نهار اللي كنا نهضروا لون 2000، هاو جاي لون 2000، هاو زيغ جا لون 2000، هاو جا وراح، ودرك رانا عندنا 25 سنة والأيام تجري. الله يرحم الحسن البصري اللي يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. إذن نرجع لسورة إبراهيم. ربي قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الألم. نروح المحطة الثانية، الأمل. على بالكم بالإيمان، الإيمان يداوينا يصبرنا ونديو الأجر وزائد الأجر، كما قال ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما كاينش كما الصلاة عند ربي شحال عندها الأجر. صلاة الجماعة عندها غير 27 في البارين تاع لي نوت. صلاة الجماعة الحديث، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ اللي يصلي وحده ب27 درجة، وفي رواية 25 جزءا، وفي رواية ضعفا. أي 3 مصطلحات: درجة، جزء، ضعفا. هذه الأحاديث الواردة في الموضوع. 27 وربي الصبر ما قالش 27 ولا قال 24، قال بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ معنى يعطينا قوة كبيرة. يلي الصبر على الألم، الراجل مراه صغير كبير، ربي وعده بأجر بغير حساب، سون ليميت، بغير حساب. هذا يعطيك قوة. يلا وزيد حاجة أخرى، يعطيك الأمل. ها نروح الأمل. ألم أمل. الإيمان يورث الأمل، يعني من يأسوش. وعلى بالكم اليأس، قال الحكماء اليأس يقتل الفضائل في النفوس. على بالكم واحد كي ييأس، السلام عليكم، ما يدير والو، خلاص في الشلان، ما يعبد ربي سوا ولا يخدم الخدمه نتاعو سوا، يقوم ديغوتي، خلاص. مفهوم؟ مشكله كبيره. نعطيكم واحد لوردونونس راهي في سورة يوسف، سورة يوسف، وتعرفوا الاحاديث الوارده في فضلها. سيدنا يعقوب جاء الخبر، قالوا له ولادو يعني مصدر موثوق. الصحفي يقول لك من المصدر، نعطي لك خبر من المصدر، لا سورس. قالوا له يوسف كلاه ذيبه. لو كان قالوا لي باباهم راح لنا يوسف بالك يلقاوه، ولكن لا قالوا خلاص يوسف كلاه الذيب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وزادوا قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
الآية 18 هي تهدر، الآية 18 من السورة قال فصبر جميل. الصبر يا مليح، شد في الصبر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احنا نتدرب كي تجيك ضربة صحيحة شد في ربي، اصبر وتسلك بخير وعلى خير، وإلا تروح ستضيع يقينا. هذه الآية 18. كمل نمشيو شوية لقدام، واش نلقاو؟ جابوا ولادو. جابوا ولادو. إلا حبيتو نقرا من الآية 83 نربطوا بين 18 و 83 نلمس فيها الأمل. واش قال؟ فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. تلاحظون أو كان الأمل، الاسبوار، السرم، عسى دائما في الصبر. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الحمد لله. أم بعد جمع أولاده هذوك اللي جابوا له الأخبار باللي يوسف كلاه الذئب، وتعرفوا الحكاية. قال لهم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. ما قالوهمش ما تتعبوش ولا لا، كاين تمرميدة، كاين تعبوا كلش، ولكن تتعبوا ما تيأسوش. إلا وصلتوا درجة اليأس معنى الأمل يخرج منكم ما ديروا ولا شيء. قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأمل، والأمل هذا أخوتي يزيد يوصلنا لحاجة أخرى، المحطة الثالثة اللي هي العمل. خاطر ما نقولوش غير الأمل ونبقاو ثم، خاطر كاين اللي يحبس عند الألم يبكي ليل ونهار ومريح ما يدير ولا شيء. نقولوا له هذا غلط، منهج القرآن ماشي هكا. عندك ألم ماشي غير انت، ودير تجارة مع الله، استثمر هذا الابتلاء باش تنال الأجر الوفير. عندك أمل، روح إلى العمل. حتى ذاك الفلاح اللي زرعها وبعدين ما كانش النعمة، لا قمح لا شعير والو، قولوا له لازم يكون عندك الأمل في ربي، وروح ولي مرة أخرى وتخدم. يا اللي خسر في القراية نتاعو أو قريب الامتحانات إن شاء الله، خاصة هذيك الامتحان اللي يخافوها بزاف، وإن شاء الله يجي نهار ما تخافوهاش، الباك الاسم نتاعو يخوف، ما تخافوش عادي، وامتحان. حتى اللي خسر من بعد نقول هو ماشي خسر، هو نجاحه مؤجل. باش ينجح العام اللي فات ينجح هذه السنة، باش ينجح هذه السنة ينجح العام الجاي، عادي مؤجل. في الاستثمار، في التجارة، في القراية، في الفلاحة، في كل مجالات الحياة. معنى لازم العمل. وربي هو اللي قال خدموا، هاو اقرأوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه كلش. وقال في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا، خدموا للدنيا والآخرة، عمرهم في زوج. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. الانفيزيبل إلى لو فيزيبل. ربي ما تخفى عليه خافية. كاين أعمال شريفة أداها الناس، الرجال والنساء الصغار والكبار، غير ربي اللي على باله، هو يعطي لهم الأجر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آية واحدة معمرة بالخدمة، عمل 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 عمل. وفي هذا المجال أحيي الإخوة القائمين على جمعية أعلام الأخضرية، قل لهم جزاكم الله خير الجزاء. لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، جزاكم الله خيرا. هذه جمعية مباركة تحتاج إلى دعم بكل وسائل الدعم المعنوي والمادي. العنوان جميل لطيف، العنوان يحمل قيما منها قيمة الوفاء، أعلام الأخضرية.
دوك بعد 20 30 سنة الجيل اللي يجي ما يعرفش واش كاين، ما يعرفش. بعدنا على تاريخ الثورة، بعدنا على بزاف أمور، وبعدين يروح التاريخ. ولكن مثل هذه الجمعية حافظة، ذاكرة، حافظة، كذلك تحفظ التراث، تحفظ الميراث. مواريثنا المادية لا تحتاج إلى وصايا. ما معنى واحد كيموت هؤلاء يعرفوا عنده الحانوت باباهم، وعنده كاميون، عنده تراكتور، يعرفوا النوتير، يروح النوتير يدير الفريضة بلا ما تنصحوهم. ولكن كاين ميراث آخر اللي أغلى وأكمل وأوفى. تحدثنا عن الميراث المادي والميراث المعنوي، فإن شاء الله هذه الجمعية ستعمل على إحياء هذا الميراث المعنوي العلمي الذي يخدم الولاية ويخدم الوطن، بل يخدم الأمة. نسأل الله لإخواننا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. إذن كملنا، مادام وصلنا للعمل، هي المحطة الثالثة، مازال غير وحدة. في العمل فيها واحد الملاحظات مهمة، أن الإنسان وهو يعمل لا بد أن يكون مخلصا لله باش يتهنى، التعب نتاعو لا يضيع. ربنا عز وجل قال: فمن كان يرجو، سورة الكهف الآية 110 آخر آية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل خدمة، ولكن قال عملا كيف صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني يكون وجه ربي العزيز باش يضمن الأجر اللي يلقاه في دار القرار، والخلاص في الإخلاص. والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية تسبق العمل. الخدمة فقط، الخدمة ملاحظة أخرى، لا بد أن تنصرف إلى عمارة الدنيا والآخرة. لازمش واحد يروح للدنيا يعمرها والآخرة ما يعمرهاش. جاءت فرصة رمضان، هممنا عالية في رمضان، وعلى بالنا بعد رمضان ذا تنقص، الله غالب. كاين البعض اللي يحتفظ بالمستوى، يحتفظ بعد رمضان مازال هذيك الهمة عالية، سواء في الطاعات والقربات، تلاوة القرآن، الختمات، وصلاة الليل، والعمل الخيري، لأنه الخير ثاني هذه طاعة من الطاعات، عبادة من العبادات الاجتماعية. وين يكون الفقير يوصلوا، خدمة الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، مساعدة المرضى، العمل الخيري. ربي قال في سورة الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى آخر هذا الكلام. ولكن معظمنا النيفو ينقص. يا الله إذا بلغنا رمضان ربي ذا العام الجاي الله يبارك. ولكن نجتهد أن نكون جميعا في الميدان، فتنتشر هممنا في مجالات الحياة، ويكمل بعضنا بعضا. وربي قال: تعاونوا، هو اللي قال في القرآن المائدة السورة: وتعاونوا على البر والتقوى. في نقطة أخرى أيضا مهمة في العمل، اللي هي إتقان العمل. هذه الإتقان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في العمارة، في البلومبري، في التريسيتي، في الفلاحة، في القراية، في التجارة، كل شيء. في الصلاة يا أخي، الصلاة الثانية عندها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رمضان، هو رمضان يخلص، كل واحد واش كتب له ربي الأجر على حسب الاجتهاد، على حسب بزاف أمور. لذلك موضوع الإتقان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عملا بدل الكلمة مطلقة لا نخصصها بلا تخصيص، إما ينصرف هذا العمل إلى عمل من أعمال الآخرة أو عمل من أعمال الدنيا. آخر محطة الأجل. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل
يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. يا أخي الأجل يستنى فينا. الدنيا تلهي واعرة، والله لا واعرة بزاف، ولكن تفكروا هذا لافي دو روت، هاي ألم، أمل، عمل، أجل، صافي كاين الموت. كاين الموت. متى تأتي؟ الله أعلم. الله أعلم. ربي قال وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله يرحم الشافعي اللي قال ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. مادام الأجل موجود نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرحم جميع موتانا ويشفي مرضانا ويكتب لنا القبول في هذا الشهر الفضيل، قبول الطاعات والقربات والباقيات الصالحات. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يفوز في هذه الدنيا تمهيدا للفوز الأبدي، للسعادة الأبدية في دار القرار. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.